يمكن السنة دي هي أكتر سنة في كأس العالم، أو إن الأهلي يبقى في كأس العالم تحس إن الناس مش متفائلة، وإن إحنا ممكن بشكل كبير ما نلعبش كويس. يعني حتى السنة اللي فاتت آخر 3 سنين دايما وأنت رايح يبقى في أمل، ويقول لك ده إحنا ممكن نلعب ريال مدريد، ممكن والله مش عارف نتعادل، ممكن مش عارف نعمل إيه. أكيد هو منطقيا يعني لأ، بس كان على الأقل في حالة من الثقة في الفرقة بتاعتك إن هي قادرة إن هي تعمل حاجة في الملعب. اظن ان السنه دي الغالبيه العظمى بشكل كبير مش متفائله نهائيا باللي احنا ممكن نقدمه، لكن انت عندك ادفانتج او عندك حاجه كويسه ممكن تبقى في صالحك. تقول لي ايه هي الحاجه الكويسه؟ ان ماتش الاهلي والاتحاد هيبقى حرفيا ماتش العيان والميت، او الميت والمدفون، المدفون والمتحلل، حاجه كده يعني، اللي هو فرقتين حالتهم بالبلة. بعديها هتلاعب، خلينا الاول نستعرض الاهلي لو ان شاء الله عدى الاتحاد اللي هو المشوار بتاعه. لو ربنا نفخ في صورتنا كده وبشكل او باخر ان احنا قدرنا ان احنا نعدي الاتحاد السعودي، هيبقى قدامنا بعديها ماتش ضد نادي فلومينينز البرازيلي، نادي مارسيلو. وبعديها لو عدينا برضو ان شاء الله يعني، ساعتها هنلعب الفاينل. تقول لي هل انت شايف ان احنا ممكن نعمل حاجه؟ اقول لك والله الحاجه الوحيده اللي تديك امل ان الاهلي دايما بيجي في كاس العالم للانديه ده وبيبقى شكله حلو، يعني حتى لو بيلعب في الدوري وحش، حتى لو بيلعب في مش عارف ايه في المجموعات، فده الحاجه الوحيده اللي تدي امل. غير كمان ان انت ماتشك قدام الاتحاد، اصلا ماتش الاتحاد مش شايف قدامه ومالط، انتوا الاثنين مفيش خالص. بعديها انت عندك فلومينينزي، ده انت لو هتسالني فانا احب اقول لك انه لعب ماتش كويس جدا قدام البوكا في النهائي، فرقه كويسه، لكن دي اول مره ليها، ده اولا. ثانيا مش بالميراس اللي بيكسب كل سنه، يعني بالميراس منطقيا المفروض تبقى اقوى منها. شايف ان قرعه السنه دي هي احسن قرعه جت للاهلي. تقول لي ازاي يا عم؟ ده احنا هنلاعب الاتحاد السعودي. عارف يعني ايه الاتحاد السعودي؟ اقول لك الاتحاد السعودي ده داخل فيه 12 جون في اخر 6 ماتشات. عارف يعني ايه 12 جون في اخر 6 ماتشات؟ يعني دفاع ملط، يعني دفاع في الضياع، يعني دفاع، يعني بص مفيش خالص. زي الاتحاد عنده مشاكل، وبالنسبه لي معلش اي واحد اتحادي بيتفرج، والله انا بحب الاتحاد وبحبه اكتر من الهلال. مش معنى كده ان انا بكره الهلال، لكن انا بحب الاتحاد اكتر من الهلال، اكتر فرقه في السعوديه تقريبا بحس ان انا ميال ليها شويه. لكن على الورق الاتحاد هو اقل فرقه قدرت ان هي تستفيد من موضوع الهاله والفلوس اللي اتصرفت وكل الكلام ده. لو هتيجي تكلمني فالاتحاد اقل فرقه. يعني انا اشوف ان الاهلي استفاد كويس جدا، الهلال طبعا اكتر حد استفاد، النصر استفاد، يجي الاتحاد اخر واحد بعدين كلهم بالامانه. غير كده دفاع اللعيب لويس فيليبي اللي هو المدافع اللي راحوا جابوه من لاتسيو ده، هو مدافع كويس يا جماعه، بس مدافع عادي يعني افريج، كان افريج في اوروبا. يعني مثلا واحد زي لابورت هو بيقدم ضحك مع النصر، لكن هو حتى اعلى منه، كذا مدافع اعلى منه كده. كمان الحارس بتاعهم مش احسن حاجه، عندهم نواقص نص ملعبهم. فابينيو ما بيلعبش اساسي، يعني بقى له ماتشين تقريبا بينزل من على الدكه. كانتي هو اللي بيلعب اساسي، تقدر تكسب والله، تقدر بشكل او باخر انك تكسب عادي عادي خالص والله. بالنسبه كمان لهجوم الاتحاد، هجوم الاتحاد هو هجوم قوي بيجيب اجوان، بس مش المرعب. يعني هجوم قوي وهجوم ممكن يتعبك وكل حاجه، وهجوم كويس وبنزيما وحمد الله ومش عارف ايه، لكن هم عندهم مشكله اصلا في توظيف بنزيما وحمد الله مع بعض. ده بالنسبه لهجوم الاتحاد. شفت ازاي ان فرقه زي ضمك عملت عليه ماتش كبير قدرت تكسبه؟ طارق حامد واتنين، يعني هقول لك كفايه ان اقول لك قوي ان طارق حامد ومعاه اتنين كانوا نص ملعب الاتحاد. انا يعني دي كفايه قوي، كفايه اقول لك ان طارق حامد اللي ما جابش في مسيرته غير 3 اجوان تقريبا، جاب قصادهم جون. فيعني فرقه كويسه وكل حاجه، بس والله هو العيان والميت. نخش بقى على فرقتنا اللي مقدمه اداء زي الزفت، نتائج زي الزفت، لعيبه زي الزفت. يعني مش كلها في 3 4 لعيبه كده بيقدموا اداء كويس، اي نعم مش ادائهم اللي انت عارفه، بس بيقدموا على الاقل اداء مقبول. وانا عارف، انا وانت عارفين هم مين واقدر اعدهم لك. لكن انت فرقتك بتلعب ماتشات سيئه. انت الواحد اللي الاهلي بالنسبه له ده كان مثلا لو انت مزاجك وحش بتتفرج على الاهلي يكسب بتاع يلعب كوره حلوه، لكن الوقت لا. انت بقالك قرب من ساعه بدايه الموسم، من ساعه ماتش اتحاد العاصمه وانت مفيش. انت حتى ماتش الاتحاد العاصمه ده انت كنت لاعب ماتش كويس، حقيقي يعني. وكفايه اقول لك كمان ان فرقه سان داونز اللي انت بتعاملها على اساس ان هي برازيل افريقيا دي، بيراميدز عادي راح اتعادل معاها امبارح 0-0.
مش بقول لك يعني ان بيراميدز احسن منك، ولو انها معاها لعيبه، سكواد بيراميدز طبعا اعلى من سكواد الاهلي، لكن انا بفهمك ان انت في مشكله، في مشكله ان انت تحس ان انت مع انك جايب صفقات وعندك لعيبه، وقبل الموسم كنت بتقول ده انا عامل ميركاتو جامد وهخش الموسم مش عارف ايه، على ارض الواقع مفيش. على ارض الواقع بتشوف لعيبه زي كريستو، لعيبه زي عبد القادر، كذا لعيب ما تفهمش هو ما بياخدش فرصه ليه. كريم ندفيد اللي رجعناه من الاعاره وما لعبش الا ماتش واحد، ده لعب 50 دقيقه. صلاح محسن لا مش فاهم رجع ليه اصلا، يعني صلاح محسن حتى الموسم اللي فات اللي قال لك لما وديناه اعاره كان كويس، هو راح طول الموسم ريح، ما جابش الا جون طول الموسم، واخر 3 ماتشات جاب جولين في بيراميدز وجون في اخر ماتش. قال لك بس صلاح محسن مهاجم مصر القادم. هو يعني تحس ان صلاح محسن ده جاي في الطريق بقاله 6 7 سنين، يعني تقريبا عنده 26 27 سنه، يعني مش صغير. جبت جده البركه، ربنا يديله الصحه يعني ويفضل يعني ايه منورنا كده ومأنسنا، جده موديست، اللي قال لك يا جماعه، انا طبعا قلت لك برضو ان هو عنده 35 سنه، بس هو فعلا يا جماعه واحد كان بيلعب في الدوري الالماني. اي نعم موسمه مع بروسيا دورتموند ما جابش الا جونين 3، واحد فيهم كان في البايرن وكله قاعد يفلقك يقول لك البايرن وجاب جون في البايرن ومش عارف ايه، لكن هو قبليها في المواسم اللي قبليها كان بيقدم مستويات ممتازه. يعني احنا مش بنتكلم، لكن انت جايبه عامل فورمه ابو مازن السوري حرفيا من اول موسم. موديست ده تحس ان هو ايه بيضرب سندوتشين كبده بالرد قبل ما ينزل الملعب. مش ممكن، يعني مش ممكن لياقه بالسالب، مش صف بالسالب. يعني انا مش عارف اقول لك ايه. فلو انت هتقول لي الاهلي مطلوب منه يعمل ايه قدام فرقه الاتحاد، تقول لي واحد بقى يجي من بعيد كده، جاي من بعيد شايفه واصل اهو، يقول لي ما الاتحاد لسه قدامه اوكلاند، اقول له يا راجل، يا راجل بقى، يا راجل بقى، بس تخيل بطريقه ما اوكلاند تعمل مفاجاه قدام الاتحاد، اقسم بالله ده هيبقى ضحك السنين. بس لا، الاتحاد كده كده هيعدي، بهزر معاك يا عم، ما تاخدهاش على قلبك قوي. فيا ريت بقى، يا ريت لو انت وصلت معايا لحد هنا، اشترك في القناه وخليك حلو كده. الاهلي مطلوب منه انه يلعب براحته، الاهلي مطلوب منه انه يبطل شغل ان انا متصربع واضيع فرص ولازم اجيب جون دلوقتي ولازم مش لازم نبطل الحوار ده، لان الحوار ده مستفز وما بينفعكش، هو بالعكس ده بيضرك بس. فالاهلي لازم يلعب بخطته المعروفه. محمد عبد المنعم كده كده ان شاء الله هيرجع، لازم تثبت 2، محمد جنبه ياسر، رامي ربيعه يبقى على الدكه، تلعب باكرم توفيق اللي انا مش فاهم ما بيلعبش ليه. انا مش فاهم اكرم توفيق هيتحط عشان يقفل على الوينجات بتاعتهم ولا يعمل اي حاجه، على الاقل دفاعيا ممتاز، هجوميا يعني بعافيتين، لكن على الاقل هيعمل حاجه. على الناحيه الشمال طبعا، يعني انا والله مش عارف اقولها لك ازاي، بس انا مش شايف ان علي معلول يلعب اساسي. ايه ده، انا شايف ان انت تلعب اللعيب اللي اسمه كريم تقريبا، اللي هو الباك الشمال ده، يا جماعه لعيب كويس جدا على فكره، ولعيب عنده كوره، ولعيب على الاقل عنده لياقه. واحد عنده حاجه 20 سنه ولا 20 سنه 21 سنه حاجه كده، علي معلول عنده 34 سنه، كبير كبير يا اخوانا، خلاص خلاص خلاص. ده ينزل من على الدكه مثلا في الدقيقه 50 بتاع، عايز تفتح وتطير الباكات وتهاجم. فانا شايف ان علي معلول ما ينفعش يلعب اساسي. عندك في نص الملعب بقى حط لي مروان عطيه اللي مستواه سيء بقاله فتره، وعمرو السوليه. تقول لي ليه عمرو السوليه؟ اقول لك عمرو السوليه الواحد لما نزل في الماتش اللي فات تحس ان عمرو السوليه فوق الدنيا، ولا نزل في ماتش يانج افريكانز تقريبا. عمرو السوليه اذا عمرو السوليه برضه، يعني معلش حتى لو هتلعبه على حساب امام عاشور لو هيلعب اساسي، او ممكن تلعب بامام وتنزل عمرو، شوف لك صرفه ولعب لي باليو ديانج تالت، ما تلعبليش محمد مجدي قفشه، ابوس ايدك ما تلعبش محمد مجدي قفشه. عندك على اليمين حط كابتن بيرسي تاو الرقم 10 اللي بقاله 14 ماتش، يعني انا مش فاهم يا كابتن بيرسي، فوق يا كابتن بيرسي، فوق يا كابتن بيرسي، الله يكرمك. وعلى الناحيه الشمال بقى، هنا تحس ان الخيارات اسوأ من بعض. يعني كابتن حسين الشحات اللي من ساعه ما جدد عقده وهو واخد فورمه انا مش عارف يا فورمه ايه، بس هي فورمه زباله، حلو من الاخر. وفي المهاجم احنا ما عندناش مهاجم، حط لي كهربا اي حاجه، وعارف ان كهربا هيضيع ويقعد يعمل لك كده، لو حطيتها ببوز الجزمه شت، انا عارف ان كهربا يقعد يعمل كده، والله انا عارف ما هو كل ماتش بيعمل كده، بس احنا ما عندناش غيره. هتلعب بجده مثلا،
هتلعب بجده؟ هتلعب بكابتن صلاح هوس مثلا؟ ما هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ما هو ده الموجود. ليه اللي كان افوق واحد في الهجوم كله جات له التركوه عشان حب يمثل في ماتش قدام بتمثل؟ لا يا كابتن رضا، يا كابتن رضا مش كنت فتنا دلوقتي بدل ما احنا عندنا تشيكن وينجز في الجنبين؟ يا كابتن رضا لما تلعب فرقه الاتحاد لازم تضغطها. هتقول لي ليه؟ اقول لك فرقه الاتحاد لما بيتضغط عليها ضغط كويس ويتقفل عليها بتتقهقر وبيحصل لها حاله من الايه اللي هو محدش فاهم حاجه. وكمان المدرب لسه جديد فما طبقش خططه بقاله اسبوعين ثلاثه لسه برضه يعني، ما وبنزيما مصاب بقاله اسبوعين. فانت قدامك فرصه كويسه. مش بقول لك ان انت الماتش سهل، لا طبعا. والاتحاد نسبته اكبر، يا سيدي نسبته اكبر، خلينا نبقى صراحه يعني. واحد عنده كريم بنزيما كان معاه بالون دور من سنه يعني، يا دوب السنه دي بس خدها، السنه اللي فاتت كريم كان واخدها. لكن كابتن طارق حامد كان واكل نص ملعبهم. انت مالكش حجه، معلش. فرقه ضمك اللي ما فيهاش اللي يعني الفرقه كلها مع احترامي ما فيهاش الا الوينجر الشمال ده، واد جامد موت جايب جونين، ما فيش كده يعني. وفيهم كلهم على بعض القيمه التسويقيه ما تجيبش يعني مثلا ما تجيبش عشر قيمه كريم بنزيما مثلا. بس بالله عليك يا كابتن كولر، يا مستر مارسيل كولر، يا سير كولر، بلاش تغير في الدقيقه 70. يا ريت اللعيب اللي يبقى وحش يخرج بين الشوطين، والله مش حرام، مش حرام، عادي. والله في مدربين كتير عظام، كابتن كارلو انشيلوتي وكابتن عبشافي ومدربين كتير بيعملوها عادي، والله عادي مش حرام يعني. مثلا مش في القانون انك تبقى مدرب كويس لازم تغير في الدقيقه 70. دي فرصتنا الاخيره ان انت تجيب ميداليه سيلفر. بعد كده هيخش تشيلسي، تشيلسي ملط ده كده كده، بس هيخش بقى ريال مدريد، هتلاقي مان سيتي، هيخش كذا فرقه، هتلاقي 7 جايين لك من اوروبا على 3 4 من امريكا اللاتينيه، فيبقى الموضوع صعب. احنا لما بنروح كاس العالم بنفتكر ان احنا والله فرقه كوره. كانت وجهه نظري في مشوار الاهلي المحتمل في كاس العالم للانديه، ومباراته الاولى اللي هتبقى قدام الاتحاد. يا عزيزي المشاهد العسل اللي انا شايفه قدامي، هو شايفك على فكره، ايوه شايفك. يا ريت تنزل تشترك وتحط لايك للفيديو عشان يوصلك اي فيديو جديد. سلام.